مين فينا ما بيحبش الشاورما السوري؟ النهاردة هنعمل لها تتبيلة سهلة وبسيطة وطعمها خطير ويجنن. عايزة اقولك لو جربتيها بطريقتي هتعتمديها ومش هتبطلي تعمليها. تعالي نشوف عملناها ازاي. هنجيب بقى بولة وهنزل فيها بكوباية من الزبادي، عليها بقى البهارات، بهارات فراخ، ملح وفلفل اسمر، توم باودر، معلقة من البابريكا المدخنة، وعندنا معلقتين من الزيت. وهقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا، معلقة بقى من الخل وعصرة ليمونة. قلبي بقى المكونات دي كويس جدا، وهنجيب الفراخ نكون غسلينها كويس جدا ومصفيينها ومقطعينها سلايس كده اللي هي شرايح رفيعة، وانزل بقى في التتبيلة الخطيرة دي. شفتي سهلة وبسيطة ازاي؟ هتقومي تعمليها حالا. قلبي بقى الخليط في التتبيلة دي كويس جدا، وهنغطيها بستريتش راب وهدخلها التلاجة مش اقل من 3 ساعات. وبعد كده هكون محضرة بقى الخضار بتاعي. عندي فلفل الوان، عندي بصلاية، هنقطع بقى البصل والفلفل الالوان كده شرايح رفيعة سلايس بالشكل ده. خلصنا كل الكمية، هنجيب بقى طاسة سخنة ومعلقة زبدة كده وشوية زيت، وهنزل بقى بالشاورما بتاعتنا المتبلة الخطيرة دي. اديها صدمة، اهم حاجة تعمل تش عشان ما تنزلش منك مية. اول ما تدخل في السوا كده انزل بقى بالخضار بتاعي كده واغطيه واسيبه يستوي على البخار. عندنا عيش صاج كده، ده بتجيبيه من عند اي سوبر ماركت. بجيبه كده وبروح حاطه بقى الشاورما بتاعتي وخيار مخلل كده، واروح برمه كده واخلص الكميه بالشكل ده. سهله خالص وبسيطه. عندنا طريقتين للتسويه. هجيب بقى جريلا كده ماده دهنيه وانزل بقى بسندوتشات الشاورما تاخد لون ذهبي كده من كل الجوانب، او عندي بقى ساندوتش ميكر احط فيه سندوتشات الشاورما وياخد برضو لون ذهبي. قطعيه بقى، وجنب بقى التوميه الخطيره عملناها مع بعض، وهنحط لك اللينك بتاع الفيديو بتاع التوميه في اول كومنت. شايفه الجمال والحلاوه؟ يجنن. جربوها، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جايه كتير مع هبه ابراهيم. باي باي.